السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد العشرين للعبة سبيشال كيس. أنا ضفت حاجات كتيرة جدا في الريكورد دوت، فايه هتلاقوني بقولهم بسرعة في الأول عشان يلحقوا يظهروا. أول حاجة ضفتها الأتاك الجديد بتاعه. دلوقتي بقى يقدر يعمل أتاك وهو طاير أو بيقع، وبرضه هو ماشي وهو بيجري في كل الحالات. فضفت الأتاك دوت. حاجة تانية إن أنا عملت ميشن سيستم. ميشن ده بتبدأ انك تسناب لنقطة معينة وبيظهر لك تاسك فوق على اليمين بتقراه، المفروض انك تنفذه. تاسك زي انك تروح لشيك بوينت معينة، انك المفروض تقتل اعداء معينين وهكذا. ضفت كمان البارلز اللي بتفرقع ديت، يعني انا لما ضربتها هي خبطت في الحديد بعد كده فرقعت. في الميشن سيستم انت بيبقى عندك كذا تارجت المفروض ان انت تموتهم، زي كده كل تارجت فوقيه سهم احمر. والعربية برضو كان فوقيها سهم احمر، عشان هي تعتبر من التارجتس بتوعك. حاجة تانية ضفتها الدرونز عدلت عليها. هي بقت بتتحرك، يعني ليها زي دماغ كده بتتحرك بيها، وبتضربك من اربع اماكن للبوليتس، كل مكان منهم بيطلع البوليت لو هي عاملاك ديتكت. حاجات تانية ضفتها ان انا عملت سيستم بتاع طيارة وسيستم بتاع العربيات بتاعة الجيش. عربيات الجيش فيها زي تورت كده بيبص عليك لو انت في الرينج بتاعه وبيضربك. طبعا انت ممكن تضربها وتفرقعها عادي. سيستم بقى الطيارات مختلف شوية، لان هي الطيارة مش ما بتتحركش لسه، بس هتبقى تتحرك. بس بيخرج منها صواريخ. الصواريخ ديت مش بتمشي في خط مستقيم، لا، ده هي بتشوف مكانك فين وبتضرب الصاروخ ناحيتك. والصاروخ ليه زي سرعة انحراف، لو انت حودت ممكن يعرف يجيبك. وبرضه بتفرقع والميشن بتخلص لان انت خلاص خلصت كل التاسكس بتاعتك. هتكلم بقى عن الحاجات اللي فاتت دي كلها، انا اتكلمت عنهم بسرعة عشان الحق اوريهم لكم في فيديو. بس سيستم الصواريخ دوت، الصواريخ ليها كذا نوع. في نوع دايركتلي بيمشي على طول من غير ما يحود من غير اي حاجة، وفي نوع تاني لا، بيشوف التارجت بتاعه فين ويبتدي يحود عشان يقرب منه. انا حاولت اخلي سرعة الصاروخ، سرعة انحراف الصاروخ يعني قريبة من سرعة اللاعب، بحيث اللاعب يقدر يهرب منه وفي نفس الوقت ميبقاش سهل ان هو يهرب منه. حاجة كده في في النص. الاتاك الجديد اللي انا لسه عامله دوت، انا لغيت التلاتة ميلي اتاكس القدام عشان كانوا حسيتهم مش احسن حاجة. وفي حاجة عاملها في الاتاك دوت، ان انت لو في تارجت قدامك بني ادم او حاجة، انت على طول بتبصله وبتسناب لعنده. مسافة بتبقى بينك وبينه زي متر واحد. بس طبعا كل الكلام ده هبقى اخليه بيمشي سموز مش مرة واحدة. طبعا الكواليتي ممكن يكون شكلها مش احسن حاجة، انا مقللها عشان الريكورد يعرف يسجل. لان انا لما بشغل الريكورد اللعبة بتبطأ زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي دلوقتي بطيئة، في العادي بتبقى اسرع من كده. بس طبعا لسه ال LODs والاوبتمايزيشن ما حطيتهمش في اللعبة. يعني انا شغال عليهم في بلندر بس لسه ما اتحطوش. حاجة من الحاجات اللي انا حطيتها عشان الاوبتمايزيشن ان انا خليت اللي هي شايفين اللي هي الاعلانات ديت وعواميد النور واللي هي البارلز اللي بتفرقع كل الكلام ده. بعد ما بيتدمر بيتكسر بيقعد مثلا زي فترة 10 ثواني تقريبا، بعد كده بيختفي. يعني شايفين الحاجات على الأرض دي كلها تختفي بالظبط بعد 5 ثواني. أنا واقف دلوقتي عشان أوريها لكم. أنا شغال دلوقتي على optimizations للمباني، لأن أنا حاسس إن هي واخدة فيرتسيز كتيرة كتيرة جدا يعني، وعشان حاجات قليلة. يعني ممكن كان في مبنى واخد 15,000 فيرتسيز، مش فاكر كام فيس. وكان اكتر حاجة متقلة المبنى مثلا الباب. ف... فالحاجات دي كلها عمال اصلحها دلوقتي. والماب حسيت انها صغيرة، فشغال برضو ان انا بقى بكبر فيها على بلندر، وهبقى اوريكم الريزلت بعدين يعني. وبس كده. سلام.